هل ممكن تتخيل إن من أكتر من 4000 سنة كان في دكاترة بتعالج الكسور وبتعمل عمليات بسيطة وبتستخدم أعشاب بتتكتب لحد دلوقتي في كتب الطب؟ والطب في مصر القديمة ما كانش مجرد علاج، ده كان علم وفن وله علاقة بالدين والمجتمع وكل نواحي الحياة. والطبيب في مصر القديمة كان شخصية مهمة جدا وكانوا بيسموه سونو. والطب ما كانش مجرد علاج، ده كان علم بيتدرس في المعابد وبيشرف عليه كهنة متخصصين. وأشهر طبيب في مصر القديمة هو إمحوتب، وده أول من جمع بين الطب والهندسة والفلك. والمصريين القدماء سابوا لنا كنوز مكتوبة على ورق البردي زي بردية إبرس، ودي فيها حوالي أكتر من 800 وصفة طبية لعلاج المعدة والأسنان والجلد. ده غير بردية إدوين سيمس واللي تعتبر أول مرجع جراحي في العالم، بتشرح 48 حالة إصابة في الرأس والرقبة، كل وصفة مكتوبة بدقة وطرق العلاج والتشخيص. ده غير إن المصريين القدماء أول ناس اخترعوا حاجة شبه الصيدلية كده، والعلاج فيها بالأعشاب وبس. وكانوا بيستخدموا أعشاب زي الحلبة والبابونج والكركم، وكانوا بيخلطوا أعشاب مع مية أو زيت وبيعملوا منها كريمات أو مراهم أو مشروبات. وكمان استخدموا العسل كمضاد حيوي، والكتان صنعوا منه الضمادات المعقمة. ومش بس كانوا بيعالجوا بالأعشاب، دول كمان اخترعوا أدوات طبية زي المقص والملقاط والمشرط، وكانوا بيعقموا الأدوات دي بالخل أو بالنار. وما كانوش بيتعالجوا في مستشفيات زينا، لا كانوا بيتعالجوا في معابد وكانوا مسمينها بيت الحياة. يعني الطب في مصر القديمة ما كانش مجرد صدفة، لا ده كان علم قائم بذاته، واللي عملوه زمان لسه لحد النهاردة بنكتشفه وننبهر بيه.